وبيبتدي فيلمنا بكوكو اللي بتحكي عن باباها ومامتها. باباها قد ايه كان معاه جيتار وبقى موسيقار عظيم وتخلى عن عيلته، وابتدت الأم تتعلم صناعة الأحذية وتعلم بنتها كوكو وزوج بنتها علشان الموسيقى فرقت عيلتهم، أما الأحذية جمعت العيلة تاني. وبتحكي قصتنا كل يوم دي لوس مارتوس المعروف بيوم الموتى، وابنتها الصغيرة اللي هي الجدة كوكو عندها ولد اسمه ميجيل وبيسلم على ماما كوكو، ولكن عندها مشكلة في الذاكرة وكل يوم بيفكرها بكل حاجة: المشي ازاي، الجري ازاي، قد ايه ان هو بيطير، وقد ايه خده اليمين فيه غمازة والشمال مفهوش، وجدته اللي بتدبر البيت بتبعد عنه كل مصدر الموسيقى حتى لو كان ماشي في الشارع بتمنعها، وقد ايه هو مغرم بالموسيقى وعارف ان ده بيتعارض مع عيلته ولكن هو بيحبها. ومثله الأعلى إرنستو دي لا كروز، أعظم موسيقار في التاريخ، وأغنيته المفضلة تذكريني. وفي يوم من الأيام ميجيل كان بيلمع جزمة واحد موسيقار وقال له قد ايه ان انا بحب الموسيقى ولكن عيلتي بترفض ده، وقال له ليه يا ميجيل انت دافن موهبتك في مسابقة النهارده يوم الموتى ان قد ايه كل واحد يعرض موهبته. وبص عليها ميجيل وانبسط جدا وقال له لا 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 انا مش هقدر اعمل كده. وبيسأله انت عارف يا ميجيل ايه اقوى مقولة لديلا كروز اللي هو اعظم موسيقار في التاريخ؟ اغتنم فرصتك. واداله الجيتار وقال له ابتدي وانا اول واحد هيكون يسمعك. ولكنه مسك الجيتار وملحقش لان جدته رفعت على الراجل الشبشب اول ما عرفت ان الموضوع ليه علاقة بالموسيقى، واخد ورقة الحفلة وهو ماشي وعارف ان هو قد ايه مش هينفع يشترك في الحفلة دي. واختفى ميجيل ودخل أوضة الكراكيب بيدور على الجيتار، ولكن مش لوحده، معاه الكلب دانتي كلبه المفضل. وبدأ يشغل التلفزيون لديلا كروز ويعزف علشان يحفزه ويستمد قوته منه، واخد قرار وطلع بالجيتار. وده كان يوم الموتى، وبدل ما هو يتجه للموسيقى ابتدوا اهله يقولوا له احنا خلاص قررنا ان احنا نلبسك شغل الورشة عشان تصنع معانا الأحذية. ولكن في الوقت ده كلبه دانتي كان مستخبي تحت الترابيزة اللي عليها صور كل الميتين في يوم الموتى، وابتدى يشده علشان ما يوقعش الدنيا، ولكن هو للأسف وقع البرواز بتاع جده وابتدى يتني الصورة ويفتحها. عرف ان جده ده ديلا كروز اعظم موسيقار في التاريخ، واتأكد من كده من ماما كوكو وواجه عيلته وقال لهم انا قررت خلاص ان انا هعزف. ولكن جدته ما كانش عايزه تكون نهايته زي ديلا كروز جده، ولكن خدت منه الجيتار وكسرته وقالت له لا العيله اهم. واخد ورقه المسابقه علشان يروح الحفله يشترك هناك، ولكن ما نفعش من غير اداه موسيقيه، ورفض طبعا كل اللي سالهم ان هو يستلف جيتار منهم. وطبعا جري على مبنى ديلا كروز واقتحم المبنى وبيكلم الصوره وبيقول له انا بقى اصغر حفيد ليك، انا هستعير بس منك الجيتار علشان المسابقه دي وارجعه تاني، انت قلت اغتنم فرصتك وانا هغني في الساحه. وبيضرب بالجيتار وحدثت المفاجاه وتحول ميجيل لشبحه بقى ما حدش شايفه، لدرجه ان اهله بيدوروا عليه وهو مش عارف يكلمهم، ووقع في حفره وفي واحده بتحاول تساعده بيتفاجئ انها من عالم الموتى، وبقى عالمه هو الموتى بس، ولكن الوحيد اللي شايفه هو كلبه دانتي. وقابل جده وجدته الموتى واخدوه علشان يشوف الجدة إيميلدا، وعدوه كمان على جسر بينور وراح لأرض الموتى. وكان دخول كل شخص ليه بصمته الخاصة، وهو إن حد يفتكره في يوم ما ماتوا وكمان يعلق صورته. ودخل ميجيل والجدة إيميلدا اللي ما كانوش راضيين يدخلوها، دخلت السجل واخدتهم، وصاحب السجل قال لهم انتوا ملعونين علشان ميجيل سرق حاجة من الموتى. فميجيل قال له انا سرقت الجيتار بس. ولكن جدته اتعصبت وقالت طب هو علشان سرق حاجة انا ليه مش راضيين يدخلوني؟ كل سنة بيتحط صورتي. ولكن ميجيل طلع صورتها من جيبه وقال لها دي صورتك؟ راحت قالت له انت شلت صورتي من على الاحتفال. وسألت المسؤول ازاي ترجعها، قال لها دي مسألة عائلية بقى، انت تباركيه وترجعيه ويحط صورتك على الترابيزة تاني مكانها، ابتدوا يفتكروك في يوم مماتك فنبتدي ندخلك الحفلة. ومسكت جدته إيميلدا ورقة الشجر وابتدت تباركه وكمان انه يبعد عن الموسيقى. فاتضايق ميجيل جدا ومسك منها الورقة. المفروض اول ما ميجيل يمسك منها الورقة يتحول تاني لشخص طبيعي. في نفس الوقت قرر ان هو يعزف بالجيتار تاني علشان يرجع لعالم الموتى. وقد ايه ان جدته إيميلدا انانية في اختيارها ان هو يرجع من غير ما يلمس الموسيقى، ومحدش رضي يباركه وان هو يرجع للموسيقى، وهرب منهم ودخل استخبى في غرفة وسمع منها ان في واحد
كان صديق ديلا كروز اللي هو جده، كان عايز يعدي وما كانش عارف، ولكن عرض على واحد هناك ان هو هيعرف يجيب له تذكرة ديلا كروز بشرط ان هو يدخله، وابتدى يدخله المرة دي. وطبعا هو بيعمل كده علشان محدش مفتكره ولا حد حاطط صورته. وميجيل طبعا استغل الفرصة وراح له واتعرف عليه وقال له ديلا كروز ده يبقى جدي وانا عايز اوصل له علشان يباركني وارجع اعرف اعيش واعزف زي ما هو بيعزف. فوافق هيكتور طبعا علشان يستغله في ان هو يحط صورته في ارض الموتى. وطبعا عيلته في الوقت ده بتدور عليه علشان يرجعوه ويبتدي يحط صورة جدتهم إيميلدا، ولكن هو هرب منهم هو وهيكتور. واستعادت جدتهم خادمها الروحي وشممته ريحة ميجيل من ورقة الشجر اللي مسكها قبل كده علشان يلاقيه، ورسم ميجيل وشه شبههم شبه الموتى علشان يعرف منهم بشكل ذكي. وقال له هيكتور ان عبور الجسر بالذكريات لازم حد يفتكرك ويحط صورتك في اليوم ده، واداله الصورة دي مقابل ان هو يخلي جده يفتكره. بس قال له ديلا كروز صعب ان احنا نلاقيه، فلازم ندخل ارض الموتى الاول، علشان نلاقيه لازم نكسب في المسابقة وتكون الاول. فميجيل فكر ان هيكتور بيحاول يستغله ورجع وقال له طب بص انا هوديك مكان تمرن جدك عشان عرض ديلا كروز عند شروق الشمس. وقعد ميجيل مع فنانة ووضحت له ان ديلا كروز في برجه العظيم ومستحيل يبقى موجود هنا معانا، وان كمان صاحبه ضحك عليه، واكتشف ان قد ايه ما بيحبش الموسيقى. واستغرب ميجيل ان ده صاحب ديلا كروز، ازاي ان هو ما بيحبش الموسيقى وازاي ان هو مش عازمه على الحفلة. وميجيل قال لهيكتور انا لازم عشان ادخل المسابقة دي محتاج جيتار. اخده هيكتور مكان عيلته وقال له انا هوديك لواحد ناخد منه جيتار ونستلفه، ولكن صاحب الجيتار وافق ان هو يديهم الجيتار بشرط ان هو يعزف له علشان محدش بيتذكره. وابتدى الراجل يتلاشى تماما، وابتدى هيكتور ياخد الجيتار ويمشي هو وميجيل. وابتدت الحفلة، ولكن هيكتور اتصدم ان قد ايه ميجيل عمره ما عزف قبل كده والمضطر ان هو يطلع الاول وهيدخل يعرض خلاص، وكان خايف. وابتدى هيكتور يشجعه وابتدى يدخل معاه كمان يرقص ويغني، وفي نفس الوقت عيلته بتدور عليه في الحفلة. واتخانق معاه هيكتور ان هو ليه قرايب تانية يقدروا يباركوه غير ديلا كروز، وهو مصمم ان هو يوصل له، ولكن هو عرفه ان عيلته كلها عايزة تباركه من غير موسيقى، ولكن هو عايز يوصل لجده ديلا كروز عشان يباركه بان هو يقدر يعزف. ولكن ميجيل حس ان هيكتور ده بتاع مصلحته وسابه ومشي، وابتدى يجري من إيميلدا وهرب منها ومن وحشها، وقال لها انت ما تعرفيش ان ده حلمي، ان انا بحب الموسيقى قد ايه. فابتدت إيميلدا تقول له انا كان زوجي عازف وجات لي بنتي كوكو وابتدى هو يعزف للعالم ويعيش للعالم، وانا بقيت بحاول في اتجاه وهو بيحاول في اتجاه لحد ما سابني ومشي. فميجيل رد وقال لها انا بحاول في اتجاه واحد، ما عنديش كذا اتجاه. وحاول يدخل حفلة ديلا كروز وخرجوه، لكن دخل مع الفرقة الموسيقية اللي كسبت وجري على القصر علشان يقابل إرنستو، ولكن كان مستمتع بالحفلة جدا وحاول ينادي عليه ديلا كروز ديلا كروز، ولكن محدش سمعه. فطلع على الشاشة وابتدى يغني لحد ما وصل لإرنستو ديلا كروز ووقع في المية، وديلا كروز أنقذه كمان. وطبعا الرسمة اللي على وشه راحت وقال له انت جيت هنا ازاي؟ قال له انا حفيدك. وفرح إرنستو جدا وابتدى يشيله ويعرفه على كل الناس اللي موجودين، وقال له انا عايزك تباركني علشان ارجع وابتدي اعزف وابقى واحد زيك. وكمان إرنستو ديلا كروز عرض على ميجيل قال له ما تحضر معايا الحفلة. قال له لا انا ما اقدرش، شروق الشمس هيجي وابتدي اتحول لميت زي الميتين كلهم. وابتدى يجيب ورقة الشجر عشان يباركه. دخل هيكتور متنكر في شكل فريحة وقال له يا ميجيل كان في بينا اتفاق ان انت اول ما توصل لإرنستو ديلا كروز تاخد صورتي وتعلقها علشان يفتكروني وجسمي ما يتلاشاش خالص. وابتدى هيكتور يتهم إرنستو ان هو حط له السم في المشروب وسرق اغانيه وسرق كل حاجه تخصه وابتدى يغنيها بداله. وميجيل كان شايف كل ده وقال له الناس كلها عارفه ان انت راجل كويس، وقال له باركني علشان ارجع. فمسك الورقه علشان يباركه وغير رايه في ثانيه ونده الامن علشان ياخدوه يرموه في بركه الميه. واول ما نزل بركه الميه لقى هناك هيكتور، وابتدى هيكتور جسمه يتلاشى وقال له شكله يا ميجيل بنتي كوكو نسيتني. فميجيل استغرب جدا وطلع له الصوره، قال له هي دي بنتك؟ هي دي عيلتك؟ واكتشف ميجيل ان جده هو هيكتور مش ديلا كروز، وكان بيغني لبنته اغنيه تذكريني قبل ما يسافر. واكتشف ان ديلا كروز سرق اغاني جده. وابتدت إيميلدا والوحش ينقذوا ميجيل وهيكتور ورجعوه لعيلتهم. وقال لإيميلدا مستعد ارجع حتى لو من غير موسيقى،
لأن ديلاكروز طلع حرامي، ولكن أنا محتاج صورة هيكتور لأن ديلاكروز أخدها منه. وقرروا يساعدوا ميجيل قبل ما يتحول في ان هم يحصلوا على صورة هيكتور علشان يرجعوا يحطوها. وجريت إيميلدا وكل عيلته ورا ديلاكروز، وابتدت إيميلدا تاخد الصورة منه، ولكنها كانت واقفة بالغلط على منصة الجمهور، وطلعت للجمهور مكان ديلاكروز وابتدت تغني وهيكتور كمان يعزف لها، وديلاكروز طلع عشان ياخد الصورة منها ولكن معرفش. ديلاكروز ما كانش عايز الناس كلها تعرف الحقيقة، حقيقة ان هو سرق صاحبه وصديق عمره. وابتدت تباركه إيميلدا للمرة دي مش بان هو ينسى الموسيقى، بل ان هو يحب عيلته اكتر. ولكن ديلاكروز منعهم واخد ميجيل منهم علشان يرميه من فوق، وعيلته ما قدرتش تنقذه ولكنهم زعوه على الهوا. وابتدت كل الناس اللي في الحفلة تشوف حقيقة ديلاكروز وان هو قد ايه وحش، وان هو ابتدى يرميه من فوق. ولكن الوحش انقذ ميجيل، وطلع ديلاكروز للناس وابتدى ان هو يعزف، ولكن هم هاجموه ومسكوا الوحش واخدوا وداه للناس. الناس ابتدت تموته، وابتدى طبعا هيكتور يتلاشى لان كوكو ابتدت تنساه. وبركت إيميلدا كوكو، ورجع ميجيل واخد جيتار هيكتور وراح لماما كوكو وقال لها افتكري، ما افتكرتش. فاخد الجيتار وابتدى يعزف لها وابتدت تغني معاه، وافتكرت باباها وطلعت كمان صورته من الدرج وابتدوا يحطوها مع يوم الموتى، وابتدي يفتكروه كل سنة. وابتدت المدينة تعرف وتزور كمان صاحب الأغاني هيكتور مش ديلاكروز. وفي النهاية ابتدوا يعلقوا صورة ماما كوكو وباباها، وعرف يدخل هيكتور أرض الموتى وقابلته كوكو وعبروا الجسر كعيلة.